بعد شهرين من حجته عليه الصلاة والسلام كان في جنازة، فرجع عليه الصلاة والسلام من البقيع وهو يشكو صداعا، وكانت عائشة رضي الله عنها تشكو الصداع أيضا، فقالت عائشة: ورأساه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا والله يا عائشة ورأساه. وبدأ المرض بالنبي عليه الصلاة والسلام، وثقلت عليه الحمى، فكان عليه الصلاة والسلام يمرض في بيته، حتى طلب من أزواجه أن ينتقل إلى بيت عائشة يمرض هناك عند أحب الناس إليه، فأذنت له نساؤه صلى الله عليه وآله وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يخرج ليصلي بالناس ثم يعود. خرج مرة فصعد المنبر وخطب فقال: استوصوا بالأنصار خيرا فإنهم كرشي وعيبتي، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. ولا يزال عليه الصلاة والسلام يخطب فيهم ويعظهم ويذكرهم، ثم يبين أن كل أحد كانت له يد عند رسول الله كافأه بها إلا أبا بكر فإن الله يكافئه. ثم أمر بسد كل الأبواب المفتوحة على باب النبي صلى الله عليه وسلم إلا باب أبي بكر، فإذا بأبي بكر يبكي رضي الله عنه، وكأنه يعلم أنها موعظة مودع، وأنها ليست خطبة كبقية الخطب. إنه عليه الصلاة والسلام قد أنزل عليه: إذا جاء نصر الله والفتح. فإذا بالصديق يبكي، لأنه يعلم أن هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه بعد خطبة الوداع أنزل الله عليه: اليوم أكملت لكم دينكم. فإذا عمر بن الخطاب يبكي فيقال له: ما يبكيك؟ قال: ما بعد الكمال إلا النقصان، ما بعد الكمال إلا النقصان. ثم ينزل عليه الصلاة والسلام ويثقل عليه المرض، يخرج ليصلي المغرب بالناس ثم لا يستطيع أن يخرج إلى صلاة العشاء. الناس يفتقدون رسول الله، رسول الله يغمى عليه ثم يفيق من شدة الحمى، ثم يقول: أصلى الناس؟ فتقول عائشة رضي الله عنها: هم ينتظرونك يا رسول الله، هم في المسجد ينتظرونك يا رسول الله. فيقول: ضعوا لي ماء في المخضب، ثم يغتسل عليه الصلاة والسلام ويريد أن ينوء ويقوم ليخرج ليصلي بالناس ليواصل مهمته التي خلق من أجلها، فإذا به يغمى عليه مرة أخرى لا يستطيع القيام، فيرسل الرسول إلى أبي بكر، يرسل رسول الله رسولا إلى أبي بكر يأمره أن يصلي بالناس. فيقول أبو بكر لعمر: صل بالناس. قال: لا، بل أنت أحق أن تصلي بهم. ويشتد المرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصب عليه 7 قرب من الماء لينطفئ حر الحمى، ولكنها لا تنطفئ. وهو عليه الصلاة والسلام يخبر عن نفسه يقول: أنا أوعك كما يوعك الرجلان منكم، يصيبه ألم ومرض رجلين، وذلك أن له أجرين صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك لعظم أجره عند ربه تبارك وتعالى. وقبل موته بأيام قليلة يجد عليه الصلاة والسلام في نفسه خفة،
فيخرج بين علي والعباس، فيسمع أبو بكر ويعلم بقدوم رسول الله يريد أن يتأخر، فيأمره عليه الصلاة والسلام أن يبقى على حاله ويجلسانه إلى جوار أبي بكر، فيصلي أبو بكر بصلاة رسول الله ويصلي الناس بصلاة أبي بكر، حتى إذا كان يوم الاثنين الذي توفي فيه البشير النذير والسراج المنير، خرج عليه الصلاة والسلام في صلاة الصبح وكأن وجهه ورقة مصحف، خرج ورفع الستر لينظر إلى الناس وهم يصلون، وكأنه ينظر إليهم نظرة الوداع الأخيرة، كأنه ينظر إليهم النظرة التي يطمئن بها على أنهم باقون على ما علمهم، باقون على ما أرشدهم. كاد الناس يفتتنون في صلاتهم، لا يدرون هل يريد رسول الله أن يخرج إلى المسجد، أبو بكر يريد أن يتأخر، فيشير إليهم صلى الله عليه وسلم أن يبقوا في مكانهم، ثم يعود عليه الصلاة والسلام بعد أن أرخي الستر، أرخاه لآخر مرة حتى يفارق الحياة والأحياء. يثقل عليه الأمر فتقول فاطمة: وكرب أبتاه، فيقول: لا كرب على أبيك بعد اليوم. يسارها فتبكي، ثم يسارها فتضحك، فتسألها أم المؤمنين عائشة فقالت: أخبرني أنه في سياق الموت فبكيت، ثم أخبرني أني أول أهله لحوقا به فضحكت، رضي الله عنها وصلى الله على أبيها. ثم إذا هو عليه الصلاة والسلام على صدر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ويدخل عبد الرحمن وفي يده سواك فتأخذه وتطيبه له، وإذا به عليه الصلاة والسلام إلى جنبه ركوة ماء، يضع يده في الماء ثم يمسح على جبينه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. ثم تسمعه عائشة وهو يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ثم ينصب يده عليه الصلاة والسلام ويقول: في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى. ثم يموت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تخرج عائشة لتقول للناس: رسول الله قد مات، قد مات رسول الله. فيشتد البلاء على الناس حتى يصيبهم الذهول، لا يدرون ما يقولون وما يفعلون. منهم من أقعد فلا يستطيع أن يقوم، ومنهم من يؤخذ ويجاء به لا يدري أين يصار به. ووقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو لا يكاد يصدق، وقف يقول: من قال إن محمدا قد مات قطعت عنقه، لا بعثنه الله ليقطع أيدي قوم وأرجلهم. ثم يأتي الصديق وأبو بكر أثبت الناس إيمانا، ويدخل على النبي عليه الصلاة والسلام فيكشف عن وجهه ويقبله، ثم يقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا. ثم يخرج أبو بكر ويسمع عمر وهو يحلف، وما يحلف إلا من شدة الكرب الذي نزل به، فيقول: أيها الحالف على رسلك. فجلس عمر
ثم وقف الصديق يعلنها مدوية ليسمعها العالم: أيها الناس، أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ثم بعدما اجتمع المسلمون في السقيفة واختاروا أبا بكر، غسل رسول الله وكفن صلى الله عليه وآله وسلم، وصلى عليه الناس تباعا لا يؤمهم أحد. ثم أخذه الصحابة ليدفنوه، وفاطمة رضي الله عنها تقول لما علمت بموته: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. ثم تقول لأنس: يا أنس، يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله. وأنس رضي الله عنه الذي شهد قدوم رسول الله المدينة وشهد موته يقول: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما مات أظلم منها كل شيء. يا إخواني، قد مات رسول الله، وهي أعظم مصيبة، وكل من ابتلي بمصيبة يجب أن يتسلى، لأن أعظم مصيبة هي موته عليه الصلاة والسلام. اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلد، وإذا ذكرت مصيبة ومصابها فاذكر مصابك في النبي محمد. ولكن يا إخواني، إذا كان الرسول قد مات فسنته باقية لم تمت، وشريعته باقية لم تمت، فلماذا يصر الناس على إماتة السنة؟ ولماذا يصر الناس على إماتة الشريعة؟ من كان بحق محبا لرسول الله، ومن كان بحق غيورا على رسول الله، ومن كان بحق حزينا منكسرا لموت رسول الله، فليبذل كل ما في وسعه حتى دمه ليحيي شرع رسول الله، وليحيي سنة رسول الله، وليحيي دستور القرآن الذي أماته الحكام الظالمون والطغاة المجرمون. أيها الناس، اجتمعوا ولا تفترقوا، اتحدوا ولا تختلفوا. آن الأوان أن نكون صفا واحدا، تواصلوا فيما بينكم، تآلفوا، انزعوا الأحقاد والغل من بينكم، توحدوا على الكتاب والسنة. أيها الناس، اثبتوا على الإيمان، لا تتنازلوا، لا تتراجعوا، لا تستكينوا. أيها الناس، لا يخدعنكم معسول الكلام، وانتبهوا لما يراد بكم. أيها الناس، صونوا دماءكم وأعراضكم وأموالكم. أيها الناس، توبوا إلى الله، ارجعوا إلى الله، حكموا في أنفسكم وبيوتكم شرع الله حتى تجدوا طعم الأمان، فلا أمان إلا في شريعة الله.